غادي نحضر معكم طنجيه المراكشيه في الكوكوط. غادي نحتاجو هنايا 2 كيلو حتى 2 كيلو ونص ديال الملج. غنحتاج هنا معلقه كبيره ديال السمن ونص كاس ديال الزيت النباتيه، معلقه كبيره ديال الكمون، يفضل انه يكون حبوب. هنا غنحتاج كاس ديال الماء يكون كبير شويه، غادي ندير فيه الزعفران حتى كيذوب، وغنضيف ليه واحد الضامه ديال الزعفران. غادي نخلط، من بعد غادي ندخل هاد المكونات في اللحم على هذا الشكل هذا اللي كتشاهدوا. كنوضع اللحم في الكوكوط وكنضيف ليها هاد العطريه هذه. من بعد كنضيف حامضه مصيره و6 ديال الفصوص ديال الثوم، وهذيك العطريه اللي بقات ليا كنزيدها شويه ديال الماء وكنضيفها للحم وكنسد الكوكوط مزيان، وكنوضعها فوق البوطه على عافيه اللي تكون مهيله بزاف، تقريبا كيطيب بساعتين ديال المكانه. شوفوا معايا اللحم كي كتجي زبده كتذوب في الفم، جربوها وبصحه والراحه.